السلام عليكم يا البنات، وأهلا بكم يا الحادقات ويا العيالات. كيف دايرين؟ كنتمنى تكونوا كاملات بألف ألف خير وبصحة وراحة البال. اليوم جيت نهضر معاك انتي اللي كتسمعيني دابا. بغيتك اختي تحطي اي حاجة في يديك، تجلسي جلسة مريحة وتقطعي الصداع ديال الدنيا وتسمعيني مزيان بقلبك قبل ودنيك. في هاد الوقت اللي كل شي فيه زربان وكل شي تابع المظاهر، عرفت باللي بزاف ديال البنات كيعيشوا واحد الضغط نفسي كبير، مخنوقات غير بالتفكير الزايد وبالحظية ديال الناس، واشنو قالوا عليا واشنو ما قالوش. هاد الشي علاش جلستنا اليوم غادي تكون كيف الشتا اللي كتصب فوق شي أرض ناشفة. بغيتها تكون بلسم لروحك وترجع ليك السكينة اللي مشات ليك وسط هاد الزحام ديال الحياة. ايوا جمعي راسك معايا وخدي واحد النفس عميق. الله، ارتاحي، ركزي على راسك وعلى حياتك انتي فقط. تيقيني الناس راه ما كيفكروش فيك بداك القدر اللي كيسحاب ليك، حيت اغلبيه ديال الناس راهم مشغولين غير مع ريوسهم اصلا، بالخوف ديالهم وبالمشاكل ديالهم وبالصوره ديالهم قدام الناس وبالمستقبل ديالهم وبالاغلاط ديالهم. وملي كيكبر الانسان شويه كتزاد فيه تجارب، كيعرف واحد الحقيقه مريحه بزاف، هي ان العالم كاع ما كان حاضيك كيف ما كنتي كتظني. حنا في صغرنا كان كيحساب لينا راسنا محور الكون، الا لبسنا شي لبسه ماشي هي هذيك كنقولوا كل شي كيشوف فينا، وإلا درنا شي غلط صغير كنقولوا صافي كل شي غادي يبقى عاقل عليه. ولكن الحقيقة العلمية والنفسية كتقول العكس. كل واحد حاصل في الفيلم ديال حياته هو. عرفتي شحال غادي تحسي ديال الحرية كاينة في هاد الفكرة؟ يعني أنك حرة كتعيشي كيف بغيتي، تجربي وتغلطي وتنوضي بلا ما تخافي من عين الناس، لأن هاد العينين أصلا مشغولة بحاجات أخرى كتخصها. ما تكرفسيش قلبك تستنزفيه حيت شي حد ما بغاكش، أو حيت صدماتك شي صاحبتك كنتي كتيقي فيها. ما تضيعيش طاقتك حيت شي حد عقلو صغير حاول يجرك لشي مشكل خاوي، او حيت شي قريب او بعيد قال شي كلمة قلقاتك وخلاتك ساهرة الليل كامل. خلي شي حوايج يدوزو، راه ماشي اي حاجة كتضر كتستاهل تبقى مخبية لداخل في روحك.
راه إلا بقيتي مخبية كل كلمة خايبة وكل موقف صغير غادي تحولي قلبك لواحد الصندوق ديال العذاب النفسي. تعلمي اختي تزيدي القدام في بلاصة ما تبقاي حاصلة في شي موقف صغير مات وشبع موت. ايوا الا حسيتي براسك بديتي كتغرقي في التخمام، ايوا نوضي فيك النفس وبدلي الفكرة، حلي موضوع جديد مع راسك، خرجي تمشي، خرجي اختي تمشي شوية، شوفي السما، شوفي الناس، قراي شي حاجة زوينة او تفرجي في شي حاجة اللي توعيك وتفيدك، وشغلي راسك بداك الشيء اللي غادي ينفعك في دينك وفي صحتك وفي جيبك. الحياة راها قصيرة بزاف من انها تضيع كاملة في التفكير ديال شنو قالوا عليا وكيفاش كيشوفوني الناس. الناس راه عايشين في سلام ديال بصح، ماشي هما اللي ما كيقلقهم حتى شي حاجة، ولكن هما اللي تعلموا كيفاش يخليو الحوايج دوز وتمضي بلا ما تبقى ليهم في قلبهم مدة طويلة. واليوم بغيتك تبدلي العقلية ديالك كاملة باش توصلي لأهدافك. العقلية اللي غادي تخليك تحبسي هاد التخمام الزايد هي اللي كتفهم باللي التخمام لا ينتج إلا الخوف، والفعل هو اللي كيوقف هاد الخوف. عقلك إلا خليتيه بلا شغل غادي يبدا يصنع لك مشاكل وهمية ما كيناش غير باش يبقى مشغول. وباش توصلي لداكشي اللي كتحلمي به خاصك تنتقلي من عقلية الضحية لعقلية المسؤولية. ايوا قولي مع راسك انا مسؤولة على حياتي وعلى قرايتي وعلى خدمتي، وما غادي نتسنى حتى شي حد يجي يعاوني او يصفق ليا. تعلمي تقسمي الاهداف ديالك لخطوات صغيرة يومية، بالمداومة والقليل المستمر غادي توصلي لأعلى المراتب بإذن الله. ايوا بقاي معايا، فين غادا؟ راه باقي مساليناش. حيت عندي لك واحد 4 ديال الاسرار خاصك تعلميهم دابا وتطبقيهم بلا شفقة على واحد العجز ديالك. العجازة لالا. السر الاول هو انك خاصك تقطعي مع اي حاجة كتستنزفك، حيت بزاف ديال البنات كيضيعوا عمرهم غير حيت حشمانات يقولوا لا. كتجي صاحبتك تجرك لواحد شي بلاصة خايبة او تضيع الوقت كتقولي واخا، وكيجي شي حد يقلل الاحترام كتفوتيها بابتسامة صفرة. قانون القطع الجاف كيقول لك اي علاقة ولا اي كلمة ولا اي جلسة ما غادي تزيد بك القدام، لا في قرايتك وخدمتك ولا في صحتك، قطعيها بلا ندم. تعلمي تقولي لا للحوايج الخاوية، غادي تبدل حياتك بزز، لأن الوقت ديالك غادي يرجع لك بوحدك. أما السر الثاني اللي كيخبيوه عليك الناجحات هو أنهم ما كيتسناوش المكانة أو الموتيفاسيون باش يخدموا. بزاف ديال البنات كتقول لك اليوم
ما راشقاش ليا نقرا، أو ما فيا اللي نوض يدير رياضة. تيقيني المشاعر ديالنا كدابة متقلبة. الانضباط هو أنك تنوضي ديري الحاجة اللي خاصها دار واخا ما راشقاش ليك. النهار كتخلي الفعل ديالك أقوى من مشاعرك، عقلك كيتربى على القوة، والتخمام الزايد كيموت لأنك مشغولة بالإنجاز ماشي بالبكا على الأطلال. ايوا السر الثالث، شوفي معايا فين كيمشي وقتك في التليفون. الا كنتي النهار كامل كتشوفي المشاكل والفضايح وحياة الناس اللي مزوقة في السوشيال ميديا، فراه صعيب تبدلي. عقلك كيتغدى على داك الشي اللي كتوريه ليه. الا بغيتي تبدلي بزز، نقي حساباتك في تيك توك واليوتيوب، تبعي الناس اللي كيعطيو قيمة، اللي كيعلموا مهارات، اللي كيوعيو. نهار يرجع التليفون ديالك مدرسة ماشي مضيعة الوقت، غادي تلقاي راسك كتطوري بلا ما تحسي. ايوا دابا ندوزو السر الرابع والاخير، هو اللي غادي يهربك من الفخ ديال العجز. عقلك كيخاف من المشاريع الكبيرة، هاد الشي علاش كيخليك تأجلي. القاعدة ديال 15 دقيقة كتقول لك ما تقوليش غادي نقرا كتاب كامل، وقولي غادي نقرا غير 15 دقيقة دابا ونحبس. وما تقوليش غادي نبدا مشروع كبير، قولي غادي نخدم عليه غير ربع ساعة في اليوم. هاد ربع ساعة كتهرس الحاجز ديال البداية. وبالمداومة هاد الخطوات الصغيرة هي اللي كتصنع النجاحات الكبيرة اللي غادي تصدمي بها راسك والناس اللي دايرين بك. ايوا دابا وصلنا للمحطة الأخرى والأهم في هاد الجلسة ديالنا. ايوا غير بقاي معايا حيت ما بقى والو. ايوا اختي بغيت نكون معاك صريحة بزاف ونهضر معاك بالقرصة ديال الأخت اللي باغية مصلحتك. ما بغيتش باقي نسمع من فمك هاد الجملة ديال راني خايفة وما عرفتش كيفاش نبدل حياتي. حبسي عليا هاد الأسطوانة اللي كتبقاي مخبية وراها كل مرة. الخوف راه غير إحساس وهمي، حنا اللي كنعطيوه القيمة حتى كيرجع صنم كيعبدو العجز ديالنا. كل شي خايف، الناجحات خايفات، واللي وصلوا لأهدافهم كانوا خايفات. الفرق بينك وبينهم هو أنهم هزوا طاقة الخوف وداروها موتور كيحركهم القدام، وانتي خليتي الخوف يرجع فران كيفريني لك حياتك. ايوا بركة من الشكوى اللي ما كتجيب فايدة. ما عرفتيش كيفاش تبدلي حياتك؟ الجواب راه ساهل وقدام عينيك، ولكن انتي كتقلبي على شي معجزة تنزل من السما تبدل لك الواقع بلا ما تمسي تليفونك او تنوضي من بلاصتك. التغيير كيبدا بخطوة وحدة، بقرار صغير،
تبدلي هو أنك تنوضي دابا وتقطعي مع العجز. تبدلي هو تعلمي شي حاجة زوينة، شي حاجة جديدة، تسدي فمك على الهضرة الخاوية وتفتحي عقلك للعلم والعمل، وما تبقيش تقولي ما عرفتش، قولي ما بغيتش نجهد راسي. كوني صريحة مع راسك. الراحة في دائرة الخوف ساهلة، ولكن الثمن ديالها غالي بزاف. كتخلصيه من عمرك ومن شبابك ومن أهدافك اللي كتموت كل نهار قدام عينيك. ايوا دابا نوضي فيك النفس اليوم قبل غدا. ما بغيت نسمع حتى اعذار. انتي امرأة قوية، عندك العقل، عندك الصحة، وعندك نفس الفرص اللي عند غيرك. حيدي هاد الخوف، جمعي وقفتك وقولي مع راسك صافي حتى لهنا وبركة. انا غادي نبدل حياتي ولو يوقف العالم كامل قدامي. الخطوة الأولى هي اللي صعيبة، ولكن غير كتبداي الطريق كتسرح ليك بإذن الله. خلي الخوف للضعفاء، وانتي خودي مكانتك اللي كتستاهل في هاد الدنيا. ونسيت واحد السر الكبير اللي باقي ما قلتوش، كيهم كل بنت وكل مرأة، وهي الأنوثة. الأنوثة راه عرفنا هي كل شيء. ايوا الأنوثة ديالك يا لالا راه ماشي شي حاجة خاصك تمشي تشريها أو تقلدي فيها شي حد آخر. الأنوثة ديالك موجودة فيك لداخل، مخلوقة معاك، ولكن الحياة والضغوطات والتخمام الزايد هما اللي غطاو عليها وخباوها. خاصك غير تعرفي كيفاش تخرجيها وتخليها تبدا من جديد. الأنوثة الحقيقية راه ماشي هي غير المكياج واللبس المزوق، هادو غير قشور خارجية. الأنوثة هي طاقة داخلية ديال السلام، الرزانة والحكمة. المرأة اللي أنوثتها حقيقية هي اللي كتعرف تحكم في ردود الأفعال ديالها، ماشي أي كلمة كطيرها، وماشي أي مشكل صغير كيخليها تغوت وتفقد السيطرة. أنوثتك كتخرج في الهدوء ديالك وسط العاصفة. نهار تعلمي تهضري بالرزانة وتفكري بالعقل وتاخدي قراراتك بثقة، تما كتكوني في قمة الأنوثة ديالك. وباش تخرجي هاد الأنوثة خاصك تعطي لراسك قيمة اللي كتستاهلي. تعلمي تهتمي براسك قبل كل شيء، تهتمي بصحتك النفسية، تغذي عقلك بالقراءة والوعي، وتعطي لجسمك الراحة والتغذية الصحية. المرأة اللي كتكون مهملة لراسها على قبل مقابلة مشاكل الناس أو التفكير في الماضي كتكون كتقتل الطاقة الأنثوية ديالها بشوية بشوية. خلي راسك هو الأولوية، حبي راسك كيف ما انتي، بالمميزات ديالك وحتى بالعيوب ديالك اللي كتخدمي باش تصلحيها. ايوا تذكري دائما يا لالا، الأنوثة راه قوة ماشي ضعف.
هي القوة الناعمة اللي كتخليك توصلي لأهدافك بذكاء، بلا صداع، بلا مشاكل، وبلا صراعات خاوية. نهار تعرفي قيمة نفسك وتصالحي مع داك الشيء اللي لداخل فيك، تما العالم كامل غادي يحترمك ويقدرك. كوني انتي بكل صفاء، وخلي الأنوثة ديالك تكون هي النور اللي كيضوي لك طريق النجاح ديالك. وفي الاخر يا لالا، بغيتك تغمضي عينيك غير لثانية وحدة وتسمعيني. تخيلي معايا راسك مورا سنة من دابا. تخيلي هاد البنت أو هاد المرأة اللي كتشوف في المراية رجعات غزالة، صحيحة، واثقة من راسها، حابسة التخمام الزايد، ومحققة الأهداف ديالها بالذكاء والأنوثة ديالها. شحال ديال الفخر غادي تحسي به، وشحال ديال الناس اللي كانوا كيتسناوك طيحي غادي تصدموا في وقفتك جديدة. هاد الصورة اللي تخيلتي دابا راها ماشي حلم، راها الواقع ديالك اللي كيتسناك غير تاخدي القرار اليوم قبل غدا. كوني امرأة قوية بأفعالها ماشي بتخمامها. خلي الناس تهدر كيف بغات، وانتي خلي النتائج ديالك هي اللي كتزلزل الأرض تحت رجليهم وتجاوب في بلاصتك. راه ما كايناش شي حاجة كتفرح قلب المرأة قد ما تشوف راسها ناجحة ومستقلة وعايشة في سلام داخلي. إلا وصلتي معايا لهاد النقطة كنبغي نقول لك شكرا، شكرا بزاف على وقتك الثمين. وهذا دليل قاطع على أن القلب ديالك فيه النفس وباغية تبدلي حياتك للأفضل. ما تنسايش تشاركي معايا في التعليقات أي جملة في هذا الفيديو بكاتك أو فيقاتك، وإلا حسيتي باللي هذا الكلام قاسك صيفطيه لشي بنت أو امرأة عزيزة عليك، مخنوقة ومحتاجة تسمعوا اليوم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة باش تكبر اللمة ديال لالاتي ومولاتي. دمتن في أمان الله ورعايته، وراحة البال والتألق ترافق كل خطوة من خطواتكن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.